هالو، كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هنعمل وصفة جديدة اللي هي فخدة الخروف المشوية في الفرن. معانا فخدة صغيرة هنبتدي نخليها من الجلد اللي هو بيغطيها. بعد ما نخلصها من كل الجلد اللي هو بيحيط بيها ديت هنبتدي ننشفها بمناديل من المطبخ. دلوقتي بقى هنحضر الصوص اللي هندهن بيه فخدة الخروف. معانا معلقتين كبار من دبس الرمان، معلقتين كبار من صويا صوص لايت، معانا كمان معلقتين كبار من الخل الابيض، ومعانا ربع كوباية زيت، البهارات عندنا نص معلقة فلفل اسود، وعندنا معلقة صغيرة من البابريكا، وعندنا 7 بهارات معلقة صغيرة، نص معلقة من الكبيبة الصيني، وعندنا ربع معلقة من جوز الطيب، معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من السماق. بعد كده هنقلب كل البهارات مع الزيت مع الخل مع دبس الرمان مع صويا صوص، كله لغاية ما كله يندمج مع بعضه. بعد كده هكون في نفس الوقت محضرة 4 بصلات ضربهم في الكبة، ومصفية البصل في مصفى، واخدة المية بس بتاعته، وهضيف مية البصل على الخليط اللي انا حضرته ديت، وهبتدي اقلب كله مع بعضه لغاية ما يمتزجوا كلهم مع بعض. بعد كده اهو ببتدي اجيب الفخدة واعمل فيها فتحات بسن السكينة زي ما انتوا شايفين من كل جوانب الفخد، وفي نفس الوقت هكون محضرة معايا راس توم مقشراها ومقطعة كل فص منهم لنصين، وابتدي احشي الفتحات دي بفصوص التوم المتقطعة. بنجيب الصوص اللي احنا حضرناه وفخدة الخروف بنكون مجهزينها في صينية وفرشينها اول طبقة بالفويل وبعدين ورقة الزبدة. بعدين ابتدي ادهن بقى فخدة الخروف بالصوص اللي انا عملته واغطيها من كل الجوانب. بعد ما اخلص تغطيتها بالصوص ده بحطها في التلاجة لمدة يوم كامل. بعد كده تاني يوم هخرجها وادخلها الفرن.
درجة حرارة الفرن زي ما انتوا شايفين 550، دي اعلى درجة عندي في الفرن. وهبتدي بعد ما يستوي اخرجها من الفرن عشان تاخد لون بقى، واتأكد طبعا انها استوت كويس. فابتدي ادهنها بالصوص اللي هو نزل في الصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وارجعها الفرن تاني. فخدة الخروف بنقدمها مع رز وشوية مكسرات، وأتمنى أنها تعجبكم الوصفة النهاردة. بألف هنا، باي باي.